السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم هاد التحليه البارده وزوينه بزاف هاد الصيف. كاين اللي كيسميها حاله خشخش. غادي نحتاج واحد الطاوه اللي غادي ندير فيها الشعريه، غادي نوضع فيها ملعقه كبيره ديال الزبده، وواحد الكاسرونه اللي غادي نحضر فيها الحليب والنشا اللي غادي تعطينا بحال الفلون. غادي نوضع نصف لتر ديال الحليب وغادي نضيف عليه 2 معالق ديال النشا. غادي نخلطهم وغادي نضيف 2 معالق ديال السكر ونخلطهم مزيان باش ما يتحببليش النشا. نحاول نخلط الحليب مع النشا مزيان، مره بقى نحرك هاد الزبده باش كتذوب لي. من بعد ما ذابت الزبده غادي نجيب واحد الكاس ديال الشعريه الرقيقه. حاولوا ديروا ديك الشعريه اللي رقيقه بزاف من الافضل. ضفت هنا واحد ربع كاس، بانت لي الكميه قليله شي شويه. غادي نحركها حتى تاخد ديك الزبده كامله وغادي نخليها حتى تبدا كتحمر ليا، نبقى نحركها باش ما تحرقليش. والحليب ما ننساهش مره بقى نحركو باش ما تنزليش النشا لتحت. كما كتشوفوا راه الشعريه بدات كتاخد اللون، وهنا فاش خدات لي اللون كامله غادي نضيف عليها واحد الكوب ديال الحليب. اللي بغى يعوضو بالماء ممكن، اللي كيعجبو يضيف الحليب يضيفو، راه بحال تقريبا، كاين غير واحد التغيير خفيف في الطعم. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال العسل، اللي بغى يعوضو بالسكر يضيف السكر على حسب الذوق ديما كيبقى. وغادي نخلط هاد الشيء مزيان ونخليها حتى كتشرب الحليب مزيان. وهنا غادي نستمر بالتحريك، ما ننساش داك النشا ديالي حتى يبدا كيتقال. كما كتشوفوا هنا راه بدا كيتقال الخليط، راه باين على الجناب ديال الكاسرونه. صافي ونطفي عليه وندوز باش نحضر هاد الشيء في المول. غادي نضيف نصف الكميه ديال الشعريه ندير بها الطبقه الاولى. نحاول انني نشكل واحد الطبقه اللي متماسكه باش ملي نضيف عليها الخليط ما تطلعش. نحاول هكا نضغط عليها بالمعلقه باش تماسك مزيان. من بعد غادي نجيب داك الخليط اللي حضرت ديال النشا والحليب وغادي نخويه من الفوق. نحاول نوزع الخليط مزيان ونغطي الطبقه ديال الشعريه مزيان. من بعد غادي نوضع طبقه اخرى ديال الشعريه وتا هي نحاول نوزعها مزيان ونغطي بها الطبقه ديال الخليط ديال الحليب والنشا. من بعد تيبقى تزيين اختياري، انا هنا زينت باللوز اللي قليته. تقدروا تزيدوا باي حاجه كتعجبكم. نخليها حتى كتبرد واحد شي شويه، عاد غادي نوضعها في الثلاجه لمده من 2 حتى ل 3 ديال السوايع. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الثلاجه. تقدروا تضيفوا هكا اضافات غير للتزيين الا بغيتوا. وهي كل ما كتكون بارده بزاف كل ما كتكون بنينه. صراحه الطعم ديالها رائع ومكونات اللي بسيطه بزاف كما شفتوا، غير الشعريه والحليب والنشا موجودين في اي بيت. تقدروا ديروها للضيوف، تقدروا تديروها بطريقه اخرى يعني في كؤوس. المهم التزيين كيبقى يعني كل واحد وكيفاش كيتفنن في التزيين ديالها. والمهم والزوين في الوصفه انها غير مكلفه وسهله التحضير والمذاق ولا اروع. الشكل باين قدام عينيكم. هكا كنكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو. ما تنساوش تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.